خلال هذه المواجهه امام منتخب كبير هو المنتخب البرازيلي. البرازيل وصلت 21 مره لكاس العالم، فازت ب5 القاب لكاس العالم 58 و62 كذلك 70 امام المنتخب الايطالي، 94 كذلك امام منتخب ايطاليا، و2002 امام منتخب المانيا. 36 مشاركه بكوبا امريكا، فوز 9 ديال الالقاب واربعه القاب على مستوى كاس القارات 97 2005 2009 و2013. كما قلت بان النسخه الاخيره لكاس العالم بقطر المنتخب البرازيلي على مستوى دور المجموعات حقق نتائج ايجابيه، فوز امام صربيا ب2-0، امام سويسرا ب1-0، وكانت هزيمه امام المنتخب الكاميروني في اخر جوله على بالنسبه لدور المجموعات 1-0. ثم النهائي فوز امام كوريا الجنوبيه ب4-0. أولاحي يحاول يمرر التمريره كان اللقاء. تبعد المحاوله، حكيم زياش ترفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره. لاحظوا منذ البدايه للدور نصف النهائي مشات كره ليوسف النصيري، هناك خطا بالفعل. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه بوفال، فرصه تمريره زياش، تسديد وتدخل وفينيسيوس. كره خطيره دخول داخل منطقه الجزاء والتغطيه. ترجع كره بشكل ممتاز، حكيم زياش عند سفيان بوفال محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس، ظل المتشبث بحقه في التنظيم في الوقت تبع المحاوله. اشرف حكيمي جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى، ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي سنتابعها. واوروبا في الوقت تبع هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه منتخب البرازيل. تدخل واسترجوفال يمكن يمر عند يوسف النصيري، لكن بالرياض لاعب فريق برشلونه في الوقت بدل محاوله المنتخب البرازيلي الجنوبي المغربي. يوسف النصيري، فرصه مرات جانبا، فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي، هو اللي كان وراء الكره الاخيره. تمريره ممتازه لنصير مزراوي، خدع الكره بالصدر كما سنتابع. لاحظوا كذلك ازدواج على مستوى الادوار، خطيره لا بد من ابعاد الكره. ياسين بونو الى اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيل في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل. اذا هناك وضعيه تسلل، في الوقت اللي الحكم كيطلب من اللاعبين البرازيليين انه ينتظروا. فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال. يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعه كانت كافيه للعناصر الوطنيه من اجل الوصول للمرمى بعد محاوله. حكم كيبلغ خطا، تدخل ليس بهذا الشكل، وهذا كيبين النرفزه الان عند لاعبين المنتخب البرازيلي. تبنوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره وشخص النصيري، تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف. حكيم زياش كان بامكانه يضع الكره في الشباك، لعبات بطريقه ممتازه. لاحظوا رده فعل ديال وليد الكراكي وحاك داخل منطقه الجزاء، تسديده، تدخل الدفاع حكيم زياش واخراج الكره بشكل ممتاز. اخراج الكره امام اكس وفينيسيوس جونيور، كانت خطيره، هداء تسديده مشات فوق المرمى. فينيسيوس جونيور يسدد، يدخل الفرحه اللي يقولوا كل المغاربه لعبت الكره. عز الدين أولاحي يمكن يرفع الكره، بالفعل رفعت الكره ممتازه من عز الدين أولاحي. شنو يعمل عز الدين أولاحي؟ تمريره، فرصه، سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد. تدخل يحييكم، القاكم عند بدايه الشوط الثاني. الى اللقاء. حكيمي حاول يمرر، تسديده قويه لحكيم كبار، لكن هذا تدخل ممتاز. ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو ممتازه من سفيان بوفال عند نصير مزراوي لاشرف حكيمي. فرصه بيد المنتخب المغربي، تدخل عطيه الله لاعب فريق الوداد. مستوى الوسط سفيان لاحظوا 3 ديال اللاعبين، هناك خطا واضح
والانذار في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصه فرصه فرصه، اوه عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون لبعاد الكره. عز الدين فينيسيوس جونيور داخل منطقه جزاء خطيره لما قدمه خلال هذه النسخه العالميه. كل الدفاع دائما فرصه تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره داخل منطقه الجزاء. لعبت الكره الراسيه خطيره خطيره لابد من ابعاد الكره. ممتاز نايف عكرد لانه كان هناك تواجد لاعبين كيغادروا كيخلي المكان ديالو لعبد الحميد الصابري لاعب فريق سام رودريغو سيلفا لاعب فريق. هذا اللاعب بلال الخنوس وقت يسترجع الكره امام يوسف الانصيري خطيره وهدف. هدف تعادل لفائده المنتخب البرازيلي. هدف بواسطه العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب البرازيلي. فرحه ديال الجماهير كذلك البرازيليه الحاضره وفرحه كبيره للاعبين الكره الثابته. نتمنى بانه الكرات الثابته يتم استثمارها بالنسبه للعناصر الوطنيه. لعبت كره دائريه فرصه تدخل زياش مشات الكره. تابعوا هذه المحاوله فرصه بفائده المنتخب الوطني لفائده المنتخب الوطني المغربي. يحيى عطيطله تدخل المنتخب الوطني المغربي ليس فقط مع فريق اشبيليه ولكن بكاس العالم الاخيره كان علامه بارزه في صفوف المنتخب. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. تدخل المغربي سفيان بوفال رفع الكره داخل منطقه الجزاء. المحاوله اخرى يحيى عطيطله رفع الكره فرصه هدف هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه. من حقك تفرح، من حقنا جميع نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره